بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمين. صديقاتي وحبيباتي، عاملين ايه؟ يا رب يا حبايبي تكونوا بخير وسعادة وهنا وسرور، وربنا يحقق لكم كل اللي بتحلموا بيه وبتتمنوه ان شاء الله. الفيديو النهاردة عن معلومة. احنا طبعا كلنا كستات وكبنات بنحب نعمل شعرنا لغرض التنشيف بالاستشوار او لغرض الفرد. تمام. المعلومة النهاردة في معلومتين. اول معلومة، انت المفروض اول ما تيجي تعملي شعرك استشوار، تمام، ما يكونش شعرك مبلول. يعني انت بتستحمي او بتغسلي شعرك وبتسيبي شعرك من ربع ساعة لنص ساعة لغاية لما بيبدأ يجف شوية، وبعد كده بتشتغلي بالاستشوار، بتجففيه وبتفرديه. ليه كده؟ لان انت مجرد ان انت يبقى شعرك مبلول وتبداي تشتغلي على الاستشوار بالسخونة بتاعة الاستشوار، بيضر فروة الشعر وبيضر الشعراية وهي مبلولة. لكن لما بتسيبيها تجف بيكون الضرر اقل. دي اول معلومة النهاردة في الفيديو. تاني معلومة، القطن. طبعا زمان كانت معظم الكوافيرات يعني بتشتغل بجودة عالية، لكن دلوقتي للأسف في ناس بتشتغل بالجودة العالية ديت وفي ناس ما بتشتغلش بالنسبة للكوافيرات. فكان زمان ما كانش في كوافير بيعمل لأي ست أو بنت شعرها إلا لما كان يحط في ودنها قطعة من القطن في الودن اليمين والودن الشمال. ليه؟ لأن طبعا حرارة الاستشوار كانت بتأثر كتير جدا 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 على طبلة الودن، وديت ممكن بتظهر مع ناس وناس على التوالي بتظهر معاها. فياريت يا حبيبتي انت تكوني تخلي بالك من النقطة ديت. لما انت في البيت تيجي تعملي شعرك استشوار او تروحي للكوافير عشان تعملي شعرك استشوار، المفروض ان انت يبقى معاكي قطن في الشنطه بتاعتك، او تطلبي منه هو قطن من الكوافير نفسه وتحطيها في ودانك الاتنين عشان خاطر ما تاثريش على الطبله بتاعه الاذن. ويا رب المعلومات النهارده تكون فادتكم، ويا رب ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه عشان تدعموها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.